عليكم يا أشباح القناة. زي ما اتعودنا في أماكن في الدنيا دي الأفضل إننا منقربش منها، وفي قصص الأحسن إنها تفضل مدفونة. بس أنا وياسا صاحبي قررنا ننبش في المستور وننقلكم معانا لقلب الرعب. وقبل ما نخطي أول خطوة في الحكاية دي لازم نحصن نفسنا، نحصن بيوتنا بكلام الله، عشان اللي هنشوفه أو هنسمعه مش دايما بيمشي بسلام. قول معايا الكلمتين دول وحصن نفسك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. عايزك تعمل بقى الطقوس بتاعتنا وتسمعات هتحطها في ودانك، وضلم اوضتك واقفل الباب واستعد. ولو انت جديد انضم لعيلة الأشباح واشترك دلوقتي وفعل الجرس واكتب في الكومنتات مستعد يا راوي. يلا بينا نبدأ. الحكاية بدأت يوم الأربع الساعة 7 المغرب. كنت قاعد في البيت بتفرج على فيلم رعب قديم، وفجأة تليفوني رن. كان ياسر صاحبي بقاله سنين، واحد مجنون شوية بيحب المغامرات. رديت عليه وصوته كان متحمس. قال لي: ايه يا عم ما بتردش ليه؟ عندي حاجة جامدة قوي. قلت له: ايه هي؟ قال لي: لقيت شقة. قلت له: شقتي ايه؟ قال لي: شقة ملعونة. ضحكت وقلت له: انت بتهزر؟ قال لي: لا والله، القصر ده في حلوان، اسمه قصر عين الحياة، اتبنى سنة 1888 وفيه 365 غرفة بعدد أيام السنة. مساحته 24 فدان، والناس بتقول إنه مسكون وإن في أميرة ماتت فيه. كان المفروض أقفل التليفون وأنام، بس بدل كده رديت عليه لا إراديا. قلتله: تمام، هنروح إمتى؟ ودي كانت أكبر غلطة في حياتي. قال لي: هنروح يوم السبت الساعة 11 بالليل، هستناك في محطة مترو حلوان. السبت الساعة 11 بالليل وصلت محطة مترو حلوان. نزلت والمحطة كانت شبه فاضية. لقيت ياسا واقف عند المخرج لابس هودي اسود، ولما شافني ابتسم ابتسامة عريضة. قال لي: يلا المكان قريب. مشينا في شوارع حلوان القديمة. الشوارع كانت هادية ومفيش ناس كتير، العمارات قديمة والنور بتاعها ضعيف. بعد 10 دقايق وصلنا ووقفنا قدام القصر. القصر كان ضخم، أكبر بكتير مما تخيلت. مبنى من 4 أدوار، حيطانه قديمة ومتشققة، الشبابيك كلها مكسرة وكانت سودة وفاضية تماما، زي ما يكون عيون ميتة. يسأل لي: ده قصر خديوي توفيق، اتبنى سنة 1888 على مساحة 24 فدان، في 365 أوضة بعدد أيام السنة. قلت له: هو ليه مهجور؟ قال لي: لأن الناس بتقول إنه مسكون. بصيت على القصر وحسيت إن القصر بيبص عليا. قلت لياسا: ياسا أنا مش متأكد من الموضوع ده.
ضحك وقال لي خايف؟ قلتله لأ، بس المكان مخيف. قال لي يلا بينا ندخل، بس هي ربع ساعة وهنطلع. ومشينا ناحية المدخل. المدخل كان مفتوح، الباب ما كانش موجود، تحس اللي هو اختفى من سنين. والممر جوه كان ضلمة تماما. ياسا طلع كشاف من جيبه وشغله، والنور قطع الظلام، ودخلنا جوه القصر. كان أسوأ مما تخيلت. الممر طويل وضيق وضلمة، الحيطان عليها كتابات بالبخاخات، بعضها ما قدرتش اقراه. والريحة ريحة عفن ورطوبة وحاجات تانية معرفش هي ايه. يسا كان ماشي قدامي والكشاف في ايده بينور الطريق قدامنا. قلتله يسا احنا رايحين فين بالظبط؟ قالنا عايزين نوصل للدور التالت، الناس بتقول ان ده ألعب مكان. قلتله ليه بيقولوا كده؟ قال لي لان ده كان دور الأميرة عين الحياة، الأميرة اللي ماتت في القصر ده ومحدش عارف ازاي. وصلنا لآخر ممر وكان في سلم حديد قديم ومصدي. يس حط رجله على أول درجة والسلم عمل صوت مرعب. قلتله يسا السلم ده مش أمان. قال لي ما تخافش، هيستحمل. كان واثق من نفسه جدا. بدأ يطلع خطوة خطوة، طلعت وراه، وكل خطوة كانت بتعمل صوت مخيف. وصلنا للدور التاني. الدور التاني كان أسوأ من اللي قبله، الممر أطول وأضيق، والبيبان على الجنبين شمال ويمين كلها مفتوحة، البيبان لغرف فاضية. ياس وقف وبص على غرفة واحدة، قال لي تعالى بص كده، تعالى شوف اللي هنا دوت. دخلنا الغرفة، كانت فاضية مفيش فيها حاجة غير سرير قديم حديد كان مكسور، وعلى الحيطة كان في كتابة بالإنجليزي she never left. قلتله يسا يعني ايه ما مشيتش؟ ومين اللي ما مشيتش؟ يسا بص عليا وقال لي بصوت واطي الأميرة عين الحياة. وفجأة باب الأوضة اتقفل. جرينا ناحية الباب، يسا حاول يفتح بس الباب ما اتفتحش. قلتله افتح الباب افتح الباب. قال لي هو بذعر مش عارف يتكلم، مش عارف يجمع كلامه على بعضه، مش قادر الباب مقفول. وفي اللحظة دي سمعنا صوت طفلة بتضحك. ياسا صرخ اكسر الباب اكسر الباب. ضربنا الباب بكل قوتنا والصوت كان بيقرب، وفجأة الباب اتفتح. طلعنا من الأوضة جرينا في الممر من غير ما نفكر. طلعنا السلم للدور التالت. وصلنا الدور التالت ووقفنا بنتنفس بسرعة. ياسا قال احنا احنا لازم نمشي من هنا دلوقتي. قلتله اتفقنا، بس فين باب الخروج؟ بصينا حوالينا، الدور التالت كان مختلف، الممر
كان أقصر والبيبان أقل، بس الجو كان أبرد بكتير. وفي الآخر الممر كان فيه باب مختلف عن باقي البيبان، باب خشب فاخر ومنقوش عليه نقوشات قديمة، والباب كان نصه مفتوح. يس قال ما تروحش هناك، بس كان في حاجة بتشدني، حاجة بتقولي تعالى. مشيت ناحية الباب. يس قال وقف ما تدخلش، بس ما قدرتش اوقف. وصلت للباب وزقيته بالراحة. الأوضة كانت جميلة، مش زي باقي الأوضة كانت نضيفة وفيها سرير فاخر كان قديم، وعلى السرير ملاية بيضة ونضيفة زي ما يكون حد كان نام عليها من شوية. وعلى الحيطة كان في مراية كبيرة بإطار ذهبي. دخلت الأوضة بالراحة وبصيت في المراية، ولقيت إن المراية مش بتعكس الغرفة، مراية كانت بتعكس أوضة تانية، أوضة مليانة ناس واقفين لابسين هدوم قديمة من زمان، وكلهم كانوا بيبصوا عليا. وفي النص كان في ست ست لابسة فستان أبيض فاخر، شعرها طويل، وكانت بتبتسم ليا. يس صرخ وقال لي اجري. جريت من الأوضة وجرينا في الممر، نزلنا السلم بسرعة جنونية، وصلنا للدور الأرضي وجرينا ناحية المخرج وطلعنا من القصر. وقفنا برا القصر بنتنفس بصعوبة. بصيت على يسا كان وشه شاحب، عيونه مفتوحة على آخرها. قلتله يسا انت شفت اللي انا شفته؟ بص عليا وقال لي الست اللي في المراية؟ قلتله اه شفتها. يسا قال دي كانت الأميرة عين الحياة. رجعنا البيت، كل واحد راح لبيته، ما تكلمناش طول الطريق. وصلت البيت الساعة كانت 2 الفجر. دخلت اوضتي ورميت نفسي على السرير، حاولت انسى اللي شفته بس ما قدرتش. اليوم التاني قررت ابحث عن القصر ده. فتحت اللابتوب وكتبت قصر عين الحياة في حلوان، واللي لقيته خلاني اتجمد. القصر فعلا موجود، واتبنى سنة 1888 بأمر الخديوي توفيق، وفيه 365 أوضة على مساحة 24 فدان. كل الكلام اللي يسألهولي مظبوط، واتحولت لفندق اسمه فندق عين الحياة في الستينات، بس اتقفل بعد كده ومحدش عارف ليه. ولقيت إن في أسطورة عن الأميرة كانت ساكنة في الفندق، اسمها كان عين الحياة. الأسطورة بتقول إن الأميرة دي ماتت في أوضتها، ومن يومها روحها لسه موجودة في القصر، وإنها تستنى أي حد يزورها. قفلت اللابتوب وقعدت أفكر في اللي شفته في المراية، الست اللي كانت بتبتسم ليا، والناس اللي كانوا واقفين وراها. وفجأة فهمت حاجة مرعبة. الناس اللي شفتهم في المراية كانوا الناس اللي دخلوا القصر وما طلعوش، واحنا كنا نبقى زيهم.
قعدها 3 أيام، 3 أيام وأنا مبكلمش ياسا. كل ما أحاول أتصل بيه ما بيردش، لحد يوم الأربعاء الساعة 11 بالليل التليفون رن. ياسا. رديت بسرعة وقلتله ياسا انت فين؟ ايه ما مش بترد عليا ليه؟ قلتله ياسا انت كويس؟ عبده ارجع القصر. قلتله ايه؟ ياسا انت بتقول ايه؟ هي عايزاك يا عبده، الأميرة عايزاك ترجع القصر. ياسا فوق، مش انت اللي بتكلمني صح؟ يسا مش موجود. يسا هنا معانا. قفلت المكالمة وأنا مرعوب ورميت التليفون، ومن ساعتها ما شفتش ياسا تاني. يا اشباح اللي حكيته ده مش خيال، دي حقيقة حصلت لي انا وصاحبي ياسا من اسبوعين، واحنا دخلنا القصر، قصر عين الحياة في حلوان. لو مش مصدق الكلام ده كله ابحث عن القصر بنفسك، واللي هو موجود اصلا. وزي ما قلنا كل اللي احنا قلنا ده موجود، واتبنى سنة 1888، 365 غرفة. وشوفنا حاجات المفروض محدش يشوفها. وياسا اختفى ومحدش عارف هو فين. أهله بلغوا البوليس، البوليس راح القصر بس ملقوش حاجة. بس أنا عارف إن لسه ياسا هناك في القصر، في الدور التالت، تحديدا في غرفة الأميرة. وكل ليلة الساعة 11 بالليل بسمع صوت ضحكة، نفس الضحكة اللي سمعناها في القصر. وعارف إن هي عايزين أرجع. عشان كده يا أشباح، لو سمعت عن القصر عين الحياة أو حد قالك تروح هناك ما تروحش، ما تروحش أبدا، لأن اللي بيدخل القصر ده مش دايما بيطلع. وانت لو شفت المراية دي هتلاقي وشوش كتير، وواحد منها هيبقى ياسا. سلام يا أشباح.